عمرك سألت نفسك مين الشخص المسؤول عن نجاح أكتر من فرع في نفس الوقت، اللي بيضمن كل حاجة ماشية زي الساعة؟ ده شغل حد اسمه الاريا مانجر. الاريا مانجر ده هو الشخص اللي بيدير مجموعة فروع أو مواقع في منطقة معينة، مسؤول عن الأداء، عن المبيعات، عن الموظفين، عن جودة الخدمة وحل أي مشكلة بتحصل في الفروع. ممكن تلاقيه في قطاعات زي المطاعم، محلات التجزئة، الصيدليات، المراكز الطبية، أي مكان فيه أكتر من فرع أو بيخدم أكتر من منطقة. اهم الادوات والمهارات علشان تبقى اريا مانجر ان اداره الفرق طبعا، او اداره الفريق واكتر من فريق وفي اكتر من مكان، ليدرشيب سكيل قويه قوي، تحليل البيانات والمبيعات بشكل قوي جدا، مهارات التواصل والقدره على حل المشاكل، جدوله العمل واختيار الكفاءات المظبوطه، متابعه الكي بي ايز او مؤثرات الاداء والتقارير اليوميه. اما عن السلم الوظيفي ففي الاول طبعا بيبقى ستور سوبرفايزر، بعد كده بيبقى ستور مانجر، وبعد كده بيبقى سينيور ستور مانجر، وبعد كده يبقى اريا مانجر. بعديها بيوصل لبعض الشركات يعني بتوصل الموضوع ان يبقى فيه ريجنال مانجر، ده بيبقى المنطقه اكبر جواها مناطق اخرى فيها كذا اريا مانجر. واخر حاجه بقى ان هو يبقى اوبريشنز مانجر ماسك كل السلسله اللي فاتت دي. اما متوسط الرواتب في العموم عالميا وعلى اختلاف القطاعات فهي بتبتدي من اول 2000 او 2500 دولار، وبتوصل لبعض الاحيان لازيد من 5000 دولار على حسب بقى القطاعات القويه دي، مثلا زي محلات تجزئه كبيره قوي مشهوره في كذا دوله، او مطاعم، او مراكز طبيه، او حتى لوجيستيك. المستقبل بقى الوظيفي للوظيفه دي عموما عليها طلب كبير جدا جدا، وخصوصا الفتره الاخيره لان الشركات بتتوسع وبتفتح فروع جديده كتير قوي. بقى الفكر ده سائد، كل ما الشركه بتكبر الحاجه للاريا مانجر المحترفين دايما بتزيد. طيب لو انا عايز اعمل كارير شيفت او عاوز اوصل للوظيفه دي في يوم من الايام، لازم الاول تشتغل كستور مانجر، او تشتغل حتى في ستورز، وبعد كده تتدرج لحد ما تبقى ستور مانجر عشان تفهم التفاصيل على ارض الواقع، وبعد كده تتعلم اداره وفرق الشغل يعني، او الفرق اللي موجوده عندك، وتكون في اكتر من مكان، واداره اوقات العمل بشكل كويس جدا. تكون مركز قوي على مهارات التحليل ومؤثرات الاداء او الكي بي ايز، استخدام تولز كتير بسيطه للتقارير زي السي ار ام او الاكسل او ما الى اخره. لو انت عندك بقى شخصيه قياديه وتقدر تدير اكتر من فريق في نفس الوقت، وعندك قدره على حل المشاكل، الاريا مانجر اعتقد هيكون وظيفه حلوه ليك ومكان طبيعي ليك. واستنوني ان شاء الله في الحلقات الجايه. الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم بقى على درجه اكبر موضوع الكوميرشال دايركتور، وبالتوفيق لكم دايما، وسلام عليكم.